السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بحلقة جديدة وهي طريقة حمص الشام. طبعا كده انا جايه عشان خاطر البنات اللي ما بتعرفش تعمله وكده، وجايبه لكم كمان في مكون عندنا في كل بيت لكن مش هيخطر على بالك انك تحطيه في حمص الشام، لكن بيخلي طعمه فعلا جنان. المهم مقادير حمص الشام عندنا: نص كيلو حمص شام منقوع. طبعا انا بنقعه 24 ساعة او 12 ساعة، ولازم تغيري المية. بعد كده بتسلقيه، ولما بتسلقيه سلقة واحدة تدلقي المية بتاعته وتجيبي مية نضيفة عشان نعمل بيها حمص الشام. ليه؟ عشان الرغاوي اللي بتظهر على وش حمص الشام دي رغاوي سمعت قبل كده من الشيف سالي فؤاد ان هي بتقول الرغاوي دي عباره عن ماده سامه بتكون في البقوليات نفسها، عشان كده لازم اي بقوليات بتتنقع قبلها بفتره طويله ويتغير عليها الميه، ولما بتتسلق والرغاوي تطلع نبدا نبدل الميه بتاعتها. طبعا ادام في حمص شام لازم يبقى فيه طماطم. طبعا طماطميتين تضربيهم في الخلاط عادي خالص كده، وعندنا توم يجي مثلا 4 فصوص توم مهروسين واتنين مقطعين شرائح، وليمون، وقرن فلفل حامي لو عايزه تستغني عنه مفيش مشكله. التوابل بتاعتي بقى معلقه يعني ايه تكون كبيره بس ممسوحه كمون، وربع معلقه صغيره فلفل اسود، وربع معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره كزبره. يبقى التوابل معلقه كبيره ممسوحه كمون، معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بابريكا. وطبعا المكون السحر عندي النهارده هو شوربه الدجاج. هتقولي ايه ده؟ ازاي؟ اقولك جربي، ما تقوليش غير لما تجربي. جربي حمص الشام بالطريقه دي واكتبي لي في الكومنتات انت لما جربتيه بقى طعمه عامل ازاي. ماشي؟ شوربه الدجاج عندي يعني ايه بالكميه اللي انت تحبيها، والملح بقى بيبقى في الاخر على حسب الطعم، على حسب الرغبه. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز ونحضر حمص الشام. وبكده حطينا الحله على النار. حط الحمص والميه، وهسيب الحمص يغلي غلوه وبعد كده ارجع لكم تاني. وبكده يكون الحمص غلي معانا او سخن، الميه سخنت قوي، فهاجي بقى احط المكونات بتاعتي اللي هي الطماطم، قرن الفلفل فتحته بالسكينه، الثوم، والتوابل بتاعتي، شوربة الدجاج، طبعا مش هحط الليمون دلوقتي، هيتحط لما ايه الحمص يستوي. هغطي معاكم الحله دلوقتي ولما يستوي هرجع لكم تاني. وبكده نيجي نشوف الحمص استوى معانا. نفتحه معانا، هتستغربوا من اللون الاحمر اللي موجود في الحمص ده اللي هي نص معلقه صغيره بابريكا هي اللي مخليه اللون بتاعه بالطريقه دي. كده نيجي نحط الليمون بتاعنا، وهظبط الملح بتاعه واخليه ياخد غلوه وهقدمه معاكم.
وبكده اكون خلصت الحمص معاكم، واتمنى ان تكون الطريقة عجبتكم. وان شاء الله باذن الله كده المقادير بالتفصيل هسيبها لكم في صندوق الوصف، اللي هي السهم الصغير اللي تحت الفيديو. وعشان الحمص يطلع معاكي طعمه حلو لازم يستوي على نار هادية. تاني حاجة كمية شوربة الدجاج والملح ده حسب الرغبة، ويا ريت اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقة دي وتكتبوا لي تعليقاتكم حلو ولا لا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوني لايك، ولو انت اول مرة بتشوفيني تدوسي سبسكرايب اشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله باذن الله لو عايزة تسألي على حاجة تكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليكي. واتمنى ان اكون خفيفة على قلبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. في حفظ الله، مع السلامة.